في العام 2001 وفي الصدفة البحتة بعد أحداث 11 من أيلول، هناك في حي الصاخور في حلب، عندما كانت أي دعوة جهادية تودي بصاحبها إلى الاعتقال. لا، هيك اعتقال بأوروبا مو عنا. يا عيني عليك. في تلك الأيام ظهر في مسجد أبي العلاء الحضرمي أبو القعقاع داعيا بخطبه الحماسية للجهاد العالمي على نهج السلفية الجهادية وتحرير المسجد الأقصى، مما أكسبه جمهورا كبيرا بين الشباب المتحمس. ذهب أبو القعقاع إلى أفغانستان ليكون شبكة علاقات مع أسامة بن لادن، ولكنه لم ينجح. وتذكر تقارير بعدها بسنوات أنه التقى في دمشق بإبراهيم بن عواد البدري، والذي عرف لاحقا بأبو بكر البغدادي متزعم تنظيم داعش. رفع أبو القعقاع أكفه في كل خطبة داعيا لأبي مصعب الزرقاوي، أبرز قيادي تنظيم القاعدة في العراق، محمسا الشباب السوري اليافع للانضمام إليه، وبدأ فعلا بإرسال الذين يجندهم إلى العراق لقتال الأمريكان والشيعة. ومن بين الذين أرسلهم أبرز طلابه ميم واحد وميم اثنان، ومعهم المئات الذين إما أسروا في العراق أو اعتقلتهم مخابرات النظام فور عودتهم للأراضي السورية. واكتشف الجميع أن الشيخ المجاهد أبو القعقاع هو عميل المخابرات السورية، واسمه الدكتور محمود قول أغاسي، وأن كل ما كان يفعله هو بتوجيه من قيادة المخابرات السورية في دمشق. لم تكتمل مهام أبو القعقاع المخابراتية حتى العام 2007، حيث قتل في ظروف غامضة، وأغلقت قضيته بدون حتى ضبط تحقيق، وسجلت ضد مجهول نعلمه جميعا. وبعد 10 سنوات من الثورة والمظاهرات والتحرير والدعشنة ومبايعة القاعدة والاندماجات والانشقاقات والفتن والعمالة والتدمير واستعداء العالم، ونتيجة لخلطة عجيبة من الفصائل، يظهر فصيل جديد بقيادة أبرز طلاب أبو القعقاع. فميم واحد هو هشام الشيخ القائد العام للفصيل، وميم اثنان هو أبو محمد الجولاني القائد العسكري للفصيل، واتفقوا على تسميته بهيئة تحرير الشام، والتي عرفت اختصاراً أو استهزاءً بهتش.